بعد سنتين من قضية الحكم قسامة ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو مع الجزائر وما صاحبها من جدب ورد، وبعد أن وقف الجميع في الأخير مع النجم الكاميروني وصبي اللوم على عارف مشكلة بائع الوهم حسب ما نعت به وقتها، ها هي اليوم تتسرب بعض من فضائحه، حيث يواجه رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو فضيحة جديدة متعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات. وحسب صحيفة الجارديان البريطانية فتحت الشرطة الكاميرونية تحقيقا مع إيتو في قضية التلاعب بنتائج مباريات دور الدرجة الثانية الكاميروني، ويواجه رئيس الاتحاد الكاميروني تهمة مساعدة فريق فيكتوريا يونايتد موسم 2022-2023 لتحقيق الصعود للقسم الأول في الدوري الكاميروني. واستندت الاتهامات الموجهة للنجم الأسبق لنادي برشلونة حسب ذات المصدر إلى تسجيل صوتي مسرب لصامويل إيتو مع رئيس نادي فيكتوريا يونايتد فالنتين غوين.